واحده من الاوبرا المصريه مع جناب اللواء احمد ادريس. سلام عليكم يا جناب اللواء، ازي حضرتك؟ تقول ايه وانت في وسط صنعوا التاريخ وصنعوا حضاره مصر وصنعوا المجد اللي عايشين احنا عشانه. انا بشكر ربنا على الصائب ولن يتكرر مرة ثانية. وصلنا العرض. انا برفع راسي فوق فيهم. احنا بنحضر لحضرتك وهم بيحضروا معانا طبعا. هم اولاد الكوتش على فكرة. مستغرب. والنهارده كلهم برضه متجمعين واحده عربيه واحده وحب واحد ونبل واحد ودم واحد. اولا انا جاي ابلغ اسفي والله كنت بديكوا ظهري دي وانا بقول الكلمه. انتوا اعظم، مصر بخير، اقسم بالله العظيم مصر هذا الوطن بخير بوجودكم فيه. يعني لولا وجودكم في هذا الوطن والله هتحصل احوال وحشه، لكن الحمد لله وجودكم هو سبب السعاده ورضا ربنا علينا بسببكم. فربنا يحفظكم. وانا جاي بس استسمحكم اخد صوره بعد ما اقول تعظيم سلام للي بيحبوا الوطن، تعظيم سلام للرجال الشداد الحالفين عظام يمين النية مصر هتأمني من كل خاين او عميل. تعظيم سلام للرجال السهرانين لاجلين نعيش يا مصر في امان. تعظيم سلام للي بيحبوا الوطن. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. دي واحدة بقى، دي واحدة عشان انت واقف العلم حاجة محدش يعرفها على مستوى بلدك. الشاعر الجميل العظيم صلاح جاهين كان معانا في حرب الاستنجاب، وزع جوابات، كتب الرسالة اللي انا ابعتها لابويا واخواتي وحبايبي، واحنا هنحط الظرف بس نقول امي ابويا اللي بعد اللي احنا عايزين. ايوه حصل. انا معايا الظرف ده وطلعته من التلفزيون في حلقه. الراجل ده قال ايه؟ قال كتبت لكم اطهركم لانك عهدكم بي، ايماني برب في قلبي، سلاح غير اللي في ايدينا، كتبنا بدمنا الغالي، سطور تشهد بامجادنا لاولادنا واحفادنا، ولولا غدر امريكا ولولا وقوفها وياهم لكنا بفضل الله في موقعة واحدة هدمناها، ودحنا على القناة الوقفين. احنا معانا ربنا اقوى من امريكا واقوى من اسرائيل واقوى من اي حاجه. ودحنا واقفين على القناة الوقفين، نعد الوقت والثانية ولا نخلي عدو سافل يدنس شبه بلادنا. بلاد بالعمر نبكيها، يا نستشهد قرام احرار يا نهلك من يعاديها. صلاح جاي. الله اكبر. يا ريت بس يا ريت حد ياخدنا صوره بس. صوره معاه. صوره. صورت طب الناس اتفضل. حاضر الناس تقف. تليفوني عاوز تاخد فيديو ولا صورة؟ صورة، أنا معايا فيديو. طيب هات صورة ليا بقى. طيب
حب بلدنا وتضحيتنا ووقوفنا بروحنا وبدمنا فداء لارض بلدنا واحنا موجودين كلنا على القناه. بنبص للوادي الكبير وبنبص للصحراء الوادي الكبير ونبص للارض الخضراء ونبص للواحات. كل ده كان كل واحد فينا جاي من ضرب من نقطه في ارض مصر، اللي جاي من قريه واللي جاي من البجع واللي جاي من المدينه. كلنا كنا متجمعين، كلنا طلعنا نهتف وننادي بحب مصر ان احنا لازم نحرر ارضنا ونحرر عرضنا. والحمد لله انا بشكر طبعا في الكلمه الجميله اللي انا بقولها ديت روح الشهيد والبطل محمد أنور السادات. ابطالنا اللي ادوا واجبهم واستشهدوا في كل فروع الجيش المصري، كل الاسلحه كانت ضحي. الحمد لله احنا حققنا الهدف وربنا نصرنا وضربنا العدو بغفر السهل، ادينا لهم درس عمرهم ما هينسوه. طبعا بشكر جميعا، بشكر كل زمايلي وحبايبي الموجودين. كل سنه وانتم طيبين. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. وانا سعيد جدا ان انا في وسط القامات ديت. مش اول مره نجتمع الجمع الجميل دوت. احنا دايما مع بعض وايد واحده مع بعض، ولو كان في اي حاجه عند اي حد فينا كده بنبلغ عشان يعني لحظه ان احنا نكون موجود مع بعض ديت بالدنيا كلها. انا سعيد ان انا في وسط القامات دي كلها والناس الجمال زيكم كده. كل سنه وانتم طيبين، ونتقابل دايما في خير يا رب، وتعيش مصر وتعيشوا لينا يا رب. بطل سعيد من وحدات المظلات المصرية من الكتيبة 81 مظلات، كتيبة 210 شهيد. الحمد لله الحمد لله ربنا نصرنا وقدرنا نوقف العدو في منطقة الكفر الصوار الصغرى في سربيوم وعين غسيل وكبة مريم. والحمد لله رئيس الجيل ده بتاعتي بقيادة النقيب محمود أدمنكم سيادة المستشار عشان مشغول بتاعه وخلص. بقيادة البطل الشهيد محمود حبيب. وانا الحمد لله اصبت دبتين، واحده بتن واحده تنترم على كوبري سربيوم، وربنا كتب لنا النصر والحمد لله. ونشكر سياده الاستشار غمسي على الغداوه، ربنا يكرمك وكل عام وكل ابطال اكتوبر بخير. نجم الليله النهارده طبعا المستشار غمسي. تحب تقول ايه النهارده في وسط القامات دي؟ مستشار تحب تقول ايه في وسط القامات دي؟ اقول النهارده اقول ان مصر كلها النهارده فرحانه بينا. مصر النهارده بترحب بولادها، سعيده بقلوب ولادها المفتوحه بكل الحب والوفاء بينهم وبين بعض اللي بتجمعهم، روح المحبه وروح التآلف والصدق والامانه بين الشعب المصري وبعضه، وتآلفوا وترابطوا مع القياده السياسيه لحمايه الاراضي المصريه. وكل الحب لاخواتي اللي حضروا النهارده كلك عشان نبين العالم كله كل واحد بفكره، كل واحد بآرائه، كل واحد بكلمته، كل واحد بحرفه. شكرا لحضرتك. طبعا احنا لو قدرنا نشكرهم مش هنقدر نقول شكرا. على عين وعلى الراس. اتكلم مع سياده المستشار. واحنا جايين على كلنا